وجينا لكم فيديو جديد النهارده. قبل ما نتكلم في المواضيع اللي معانا النهارده، نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم اللهم امين يا رب، ويرحم شهدائهم اللهم امين. النهارده الكابتن محمود الخطيب عمل موقف انساني محترم جدا. كان في احد الاشخاص كان منزل بوست وكان كاتب على البوست وجه كلمه للكابتن محمود الخطيب. ففي شخص دخل قعد يقول دعوات على الكابتن محمود الخطيب ويدعي عليه. طبعا متعصب جدا وده غلط، بيقول عليه بيدعي عليه. كل ده بسبب الكوره، مش مهم الكوره بس ما ينفعش الحاجات دي يعني. المهم يعني فالشخص دوت في عضو في نادي، فرئيس النادي فصله من منصبه. فالنهارده كان في مكالمه بين الكابتن محمود الخطيب ورئيس النادي. الكابتن محمود الخطيب بيشكره على اللي هو عمله معاه وبيقول له موقف كويس، وقال له انا هطلب منك طلب. قال له اتفضل. قال له المفروض رجع الشخص اللي انت فصلته من منصبه مكانه. طبعا موقف محترم جدا من الكابتن محمود الخطيب، واحنا طبعا متعودين على ده كله من الكابتن محمود الخطيب. بالنسبه للموضوع الثاني اللي احنا معانا النهارده، مباراه صن داونز، مباراه الاهلي وصن داونز. المباراه طبعا صعبه، المباراه هتتلعب يوم الجمعه الساعه 6. التوقيت الصيف هتبقى الساعه 7. المباراه هتبقى صعبه. بقول لك النتائج اللي هتصعدنا والنتائج اللي خلونا ما نصعدش. لو كسبت باي نتيجه انت صعدت، لو اتعادلت باي نتيجه هم يصعدوا الا الصفر صفر. لو اتعادلت صفر صفر هتلعب مباراه هتلعب وقت بدل ضايع وبعد كده ضربات الجزاء. لو كسبت باي نتيجه يبقى انت تصعد كده. نخش على اخبار الانتقالات النهارده. نادي الزمالك اتصل على محمد عبد المنعم وقال له في امكانيه ان احنا نتعاقد معاك والكلام ده كله. طبعا الرد اللي احنا متوقعينه وكنا متوقعينه عبد المنعم يرفض، وعبد المنعم بالطبع رفض العرض. طبعا اصلا هيسيب اوروبا ويلعب في الزمالك اللي هو بيلعب في الكونفدراليه؟ لا طبعا. طبعا لو حتى هيرجع مصر هيرجع النادي الاهلي. فعبد المنعم رفض العرض، والنادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع احمد الجزار لاعب غزل المحله ومدافع كويس جدا وكواليتي عالي. الاهلي مهتم بيه بس مفيش عروض رسميه حتى الان. الاهلي مهتم بالتعاقد معاه يعني. بالنسبه لاصابه احمد عبد القادر، امبارح الاصابه انا قلت لك ان الاصابه هيغيب لمده شهرين عشان على كاس العالم. النهارده الكابتن احمد شوبير في البرنامج الاذاعي بتاعه النهارده الصبح قال لك الاصابه مش خطيره زي ما كنا نتوقع، واللاعب مده غيابه 3 اسابيع او اسبوعين. اتجاه داخل اداره الزمالك التعاقد مع لاعيبه مغاربه في الفترات الجايه بعد تجربتهم مع منتاج ولاعب تاني مش فاكر، مش متذكر اسمه بالظبط. وعندك برضه بالمثل برضه النادي الاهلي عنده اشرف بن شرقي ويحيى عطيه الله واشرف داري لعيبه كواليتي عالي. وعندك برضه في بيراميدز الشيبي لاعب برضه كويس جدا ويكاد يكون من افضل في مركزه في افريقيا. ففي اتجاه داخل اداره الزمالك ان هم الفترات الجايه يتعاقدوا مع لاعيبه مغاربه بالاخص في الجناح الايسر. بالنسبه محمد علي بن رمضان، النادي الاهلي محمد علي بن رمضان بيستنى عرض من النادي الاهلي عشان هو اللاعب منفتح جدا وعايز يلعب بيشارك في كاس العالم للانديه، وكمان هو مع فريقه حاليا ما بيلعبش اصلا، واللاعب بقى الدكه بقاله فتره ما بيشاركش في ماتشات خالص. فهو منفتح جدا على العوده اللي هو العوده لافريقيا والمشاركه معاه لكاس العالم للانديه. بس حتى الان النادي الاهلي لم يقدم له اي عرض، مفيش اي عروض. بس النادي الاهلي بقيته مقبله ان هو يتعاقد مع لاعب خط نص، والاغلب على ما اعتقد زي ما بقول كده محمد علي بن رمضان.